لو انت عايز تعرف انواع الكي فريم وازاي كمان ان انت تغير فيه طريقه الكي فريم، ده ابسط فيديو هتشوفه هيخليك ان انت فاهم الكي فريم وانواعها وازاي ان انت تتعامل معاها. زي ما انتم شايفين دول 4 دواير كلهم طالعين من نفس النقطه وبينتهوا في نفس النقطه في نفس المده، لكن الاختلاف هنا هو طريقه السرعه او التحكم في السرعه بتاعه كل دايره من الدوائر دول. قبل ما نبدا، زي ما انتم شايفين الصوره اللي قدامكم دي، ده يعتبر اشهر انواع الكي فريم اللي موجوده. في حاجه زي اللينير، في حاجه زي الايزي ايز، في حاجه زي الايز ان، في حاجه زي الايز اوت. اللي انا هشرحه لكم في الفيديو ده هو يعتبر ال4 انواع دول، ودول اهم 4 انواع هتقدروا ان انتوا تستعملوهم على مدار شغلكم في الجرافيك او في المونتاج عموما. فتعالوا ان انا اقول لكم ازاي ان انتوا تعملوه. اول حاجه الاساسي خالص واللي هو اللينير. اللينير ده هو ايه؟ هو الحاجه الخطيه، الحاجه الثابته اللي هي مثلا هتطلع من الثانيه 0 للثانيه 2 بنفس السرعه، مش هتتغير. زي ما انتم شايفين هي السرعه ثابته، السرعه ما بتتغيرش، نفس البدايه نفس النص نفس النهايه بالظبط. شكل الكي فريم بتاعها بيكون الشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده عندنا هنا حاجه اسمها الايزي ايز. شكل الايزي ايز بيكون الجراف بتاعها بالشكل ده، بيبدا ببطء، بعد كده بيبقى سريع، بعد كده بينهي ببطء. يعني بصوا كده، لاحظوا هو في البدايه وفي النهايه هو بطيء، انما في النص هو بيجري. النوع الثالث واللي هو الايز اوت، وده اللي بيكون في البدايه سريع جدا ولكن في النهايه بيبقى بطيء. وده بينفع قوي ان مثلا عنصر لسه داخل الشاشه، حاجه لسه بتظهر في الشاشه، فيكون الدخله بتاعته سريعه وبعد كده يبقى بطيء، فالمشاهد يقدر ان هو يقراها بشكل احسن شويه. الحاجه الاخيره وهي عكس رقم 3، وان هي بصوا كده هتلاحظوا ان هي عكس رقم 3 بالظبط، وان هو بيبقى في البدايه بطيء قوي وفي النهايه سريع جدا. عشان بقى تقدروا ان انتوا تعملوا ال4 اشكال دول وتعرفوا ازاي ان انتوا تعملوهم وتتحكموا في السرعه بتاعتهم، هقول لكم على ابسط طريقه دلوقتي. شكل العنصر الاولاني بتاعي واللي هو خالص دايره ثابته ما فيهاش اي مشكله. انا دلوقتي لو جيت عملت من هنا كده من البوزيشن ده كي فريم، ورحت جاي هنا على الثانيه الثانيه رقم 2 ورحت دايس هنا، فانا دلوقتي كده عملت ايه؟ عملت ان البدايه تبقى هنا وان النهايه تبقى في الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين. ده كده ابسط حاجه. فده كده اللينير، ده كده الثابت، ده كده اللي ما فيهوش اي حاجه زياده. زي ما قلت لكم البدايه زي النص زي النهايه. لكن لو انت حبيت ان انت تعملها ايزي ايز، واللي هو يعتبر حاجه بتخلي الحركه بتتنفس شويه، بتبقى احسن شويه، بتعمل تحديد على الكي فريم بتاعك وبتدوس كليك يمين كي فريم اسيستنت ايزي ايز، اللي هو اختصارها دايما F9. فتعالوا كده نشوف هيبقى شكلها ازاي، شكل الكي فريم ايزي ايز. لو دوست هنا كده على الجراف اديتور هتلاحظوا ان ده الشكل بتاعها. الشكل دايما بيبدا من الصفر، بيبقى في النص دايما بيبقى هو البيك بتاعها، بيبقى اعلى حركه. خلي بالكم هنا كده هو اعلى حركه او اعلى سرعه للحركه، تمام؟ وهنا بتنزل بالشكل ده. طب ده كده شكلها. رقم 3 واللي هي الايز اوت، وهو ان انا باجي من هنا من اللي هو الحاجه اللي في النهايه خالص، وبعمل تحديد على الكي فريم الثاني وبشد الكي فريم ده للاخر خالص. وفي كمان ناس بتروح اخده الكي فريم الاولاني وتشد ده في الاول، يعني معنى كده ان هو جاي بسرعه جدا وبعد كده بطيء. بصوا كده اللي حصل، هو داخل بسرعه جدا وفي الاخر خالص بطيء وناعم جدا جدا جدا. اخر حاجه واللي هو العكس بالظبط، اللي هو بتشد ده كده على اليمين وده هنا كده على الشمال، فبيكون الحركه في الاول بطيئه وبعد كده بوم سريعه زي ما انتم شايفين. فدي كده ال4 انواع للكي فريم: الايز ان، الايز اوت، اللينير، الايزي ايز. لو انت اتعلمتهم صح ودرب ايدك فيهم كتير هتلاحظ تحسن في مستوى الانيميشن بتاعك وتعرف ازاي تستعمل ده وازاي تستعمل ده. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش ان انت في جروب التليجرام اللي موجود في الوصف تحت هتلاقي فيه مشاريع وهتلاقي فيه حاجات كتير قوي مش موجوده في قناه اليوتيوب هنا. السلام عليكم.